اول حاجه معايا خيط هيمالايا افري داي. عاوزه اقول لك ان الغرزه دي بتبقى حلوه قوي مع الخيوط السميكه اكتر، كمان بيبقى شكلها حلو قوي وظاهره اكتر. فانتي ممكن تستخدمي خيوط متوسطه السمك زي هيمالايا افري داي، او برنسس سوفتي، او كارما انتي بولينج، او اوليفيا كاست ماكس برضو ممكن، او اوليفيا مارينو برضو متوسط السمك، اليز بيبي بيست. كل دي انواع تقدري تستخدميها متوسطه السمك. ممكن كمان تستخدمي خيوط سميكه، زي مثلا هيمالايا سنو، او هيمالايا سوبر سوفت، او ممكن اليس بيركم. الخيوط اللي هي برضو تعتبر سميكة دي حلوة قوي، وبيظهر فيها الغرزة كمان بتاعة الكبدة اكتر. تمام. وهشتغل انا هنا مع بإبرة 3.5، وكمان ممكن 4، لان الإبرة اصلا اسفة الغرزة اصلا محملة وتقيلة، فلو كمان إبرة 4 هتبقى حلوة. تمام. اول حاجة هعمل عقدة البداية، وانا محتاجه هنا طول الكاب. طول الكاب بتجيبيه من جدول مقاسات الايس كابات. موجود جداول كتير على النت، او بتاخدي الطول من منتصف الراس. هنعتبر دي ان الراس، هناخد الطول من منتصف الراس لحد الودن مثلا. تمام. بيبقى ده الطول. فانا هعمل هنا، طبعا انا بعمل عينه لعروسه، فمثلا هشتغل اي عدد من السلاسل. الغرزة دي ملهاش عدد معين من السلاسل، اي عدد من السلاسل، 1 2 3 4. اهو مثلا، فانا باجي هنا اقيس السلسلة من منتصف الراس، لو انت هتقيسي على شخص، لحد الودن. كده تمام بالنسبة لي. هبتدي اتخطى السلسلة الاولى كارتفاع، هروح للسلسلة التانية اشتغل منزلقة. هشتغل 3 منزلقة. تمام. 2 3. بعد كده هشتغل غرزة حشو في الغرزة رقم 4. هشتغل حشو. غرزة الحشو هنا ليها عندي ضلعين، فهدخل في الضلع التاني اللي هو اللي بره ده، هدخل فيه بالشكل ده كده. وكمان هدخل في الغرزة اللي بعدها كده، هاخد لفة واطلع. كده معايا 3 حلقات اكني غرزة نص عمود. هاخد لفة واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. تاني، عندي هنا الضلع التاني اهو، هدخل فيه كده. بعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها، هاخد لفة واطلع. معايا 3 حلقات، هاخد لفة واطلع من 3 حلقات مرة واحدة، واكرر لحد اخر السطر بالشكل ده كده. سهلة خالص وبسيطة، ما فيش عدد غرز معين انت بتحتاجي طول الايس كاب. وقلتلك الا بتاخديه على الشخص زي ما انا وريتك كده على العروسة، او بتجيبيه من جدول المقاسات بالشكل ده كده. هكمل. لو انت عاوزة تعملي الكاب ان هو التتنيه، فانت هتزودي تقريبا كده ايه 6 أو 8 سنتي زيادة، عشان التانية بتاعة الكاب. يعني لو على حسب بقى العمر اللي انت بتعمليه، ممكن 5. يعني على حسب التانية، طول التانية اللي انت عاوزاها، وكمان المقاس اللي انت بتعملي له الكاب بتاعك. اهو خلصت معاكم الغرز، وصلت لاخر السطر. تمام. هرتفع سلسلة والف الشغل. خدي الخيط ده معاكي كده تحت الشغل عشان تنضفي اول باول. هدخل في الحلقة الخلفية. انا عندي الغرزة حلقة امامية وحلقة خلفية، حلقة امامية وحلقة خلفية. خدي بالك هنا في تحسي ان هنا على السطر كده دول الحلقتين، لا، اللي على السطر الاولى دي على السطر عادي، الغرزة بتاعت النص عمود عادي. انت الحلقة الخلفية بتاعتك اهي ورا. ادخلي فيها. هشتغل حشو اول غرزة، هدخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، بعدين هدخل في الحلقة الخلفية للغرزة التالية اهو بالشكل ده كده. تاني، هدخل في الحلقة دي، وبعدين في الحلقة الخلفية هنا بالشكل ده كده. هسيب الخيط بس عشان يظهر لكم. تمام. هدخل في الضلع ده بيبقى هو ظاهر، وبعدين في الحلقة الخلفية للغرزة بالشكل ده كده. هفضل شغالة كده لحد ما اوصل لاخر 3 غرز اللي هما منزلقة. وصلت لاخر 3 غرز، فهشتغل منزلقة برضو في الحلقة الخلفية. ثابتين معايا ال3 غرز منزلقة في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. ارتفع سلسلة والف الشغل
واشتغل تاني 3 منزلقة في الحلقة الخلفية كده. تمام. بعد كده اشتغل اول واحدة حشو في الحلقة الخلفية بعد المنزلقة، وادخل في الضلع التاني للحشو، بعدين ادخل في الحلقة الخلفية الغرزة اللي بعدها، وهكذا. بس كده، هو ده سطر واحد اصلا بيتكرر مفيهوش اي صعوبة. اشتغل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر السطر، ارتفع سلسلة والف الشغل، واشتغل اول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، بعدين الحلقة اللي بعديها، وارجع اكرر تاني لحد ما اوصل للمنزلقة، اشتغل منزلقة في الحلقة الخلفية. هفضل اكرر بقى السطر ده لحد امتى؟ لحد لما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه للكاب بتاعي. خدي بالك ان العرض اللي انت محتاجاه للكاب بتقيسيه ازاي. انا هي نسخة معايا، نسخة انا عاملاها. تمام. العرض بتتني الايس كاب كده، ماشي، وبتقيس العرض كده. او لو محيط دوران الراس، هو مكتوب عندك مثلا في الايس كاب عندك محيط دوران الراس، فبتقسمي على 2. يعني مثلا لو كاتب لك محيط دوران الراس 40 سنتي، فبتقسمي على 2 وبتبتدي تقيسي من منتصف الكاب كده. بتقيسي من منتصف الكاب، يعني بتقيسي من هنا لهنا بالمزورة بتاعتك. نص محيط دوران الراس. لو انتي عندك جدول المقاسات كاتب لك محيط الراس كامل، فانت بتاخدي نص محيط دوران الراس تقيسي بيه وانت تانية الكاب. لو انت فاردة الكاب بتاخدي محيط دوران الراس كامل، بس افضل انك تاخدي نص محيط دوران الراس، هيبقى المقاس مظبوط اكتر، او واضح بالنسبة لك اكتر من انك تاخدي نص دوران راس كامل. خلاص. يا ريت تنهي برضو عند السطر ده، يعني تكون عن الخيط كده في الاتجاه ده. هبتدي اعمل ايه؟ هعمل سلسلة، وهاجي عند السطر الاول كده مع الحلقة الخلفية لاخر سطر، الغرزة المقابلة للايه، للاول غرزة اهو كده، واعمل منزلقة تاني. هدخل في اول سطر اللي هو السلسلة مع الحلقة الخلفية للغرزة المقابلة ليها، واعمل منزلقة بالشكل ده كده. لحد اما اخلص الغرز بتاعتي، كمل كده لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت بالشكل ده كده لاخر السطر، هعمل سلسلة ارتفاع واشد فتلة خيط طويلة شوية، وهقص الخيط بتاعي، وهجيب ابرة التنظيف، اجيب ابرة التنظيف بتاعتي وهلضم فيها الخيط. هبدأ بقى كده، خلاص لضمت الخيط، هبدأ ادخل كده ما بين الغرز في السطر الاخير بإبرة التنظيف بتاعتي لحد ما ارجع لاول غرزة.